وبعدين فجأة بقيت لوحدي. انا بشتغل من وانا عندي 17 سنة. الشغل بالنسبه لك في السن الصغير ده بالنسبه لك ايه؟ اهلي ما كانوش معارضين الفكرة، بس كانوا شوية مخضوضين، اللي هو انتي بتعملي ايه؟ بيخشوا عليا لاني بكلم الكاميرا يعني، فما كانوش فاهمين الموضوع قوي. فلما طلعت بره لقيت ان هو لا، انا في عالم مختلف تماما، وان انا بتخزن من الناس وفي ناس بتضحك عليا عادي. كان عندي صحاب كتير قوي، وبعدين فجأة بقيت لوحدي. يعني ادركت ان هو طبيعي ان مش كل الناس هتكمل معانا حياتنا. هو عامة الخذلان بالنسبة لي دي حاجة قطمة ظهر، يعني لما حد بيتعرض لها بيطلع منها بجد انسان مختلف. شايف سن 20 ان المفروض يكون علاقتنا زي باهالينا؟ حاسة ان هو لازم يبقوا في ظهر ولادهم. احكي كده علاقتك بربنا وعلاقه ربنا في العشرينات المفروض تبقى عامله ازاي؟ انت لازم يبقى جواك يقين وانت بتعمل ده، وانت بتصلي انت عندك يقين ان ربنا فعلا هيستجاب. عادي انكم تروحوا تسالوا، ما تستنوش الفرصه هي اللي هتيجي لحد عندكم، عشان هي مش بتيجي على وانت قاعد في البيت كده. الفلوس بتساعدني اوصل لحاجات، بس انا لو فضلت ان انا بس مركزه على الفلوس هضيع مني حاجات تانية كتير. شفتي غيره من صحابك؟ العشرينات هي المعنى الحقيقي للتوهان، لان انت بتبقى داخل على فقرة من حياتك انت مش عارف فيها المطلوب منك ومفروض تكون بتعمل ايه. لو اول مرة تكون بتتفرج علينا، انا مريم حداد، ودي بودكاست محشور في العشرين. فكرتها ان احنا نكون بنكلمك وبنتكلم معاك، بنجيب لك ناس عدت او بتبتدي او بتخلص سن العشرين، وبتشاركك خبراتها وبتشاركك الحياة اللي عدت بيها. النجاح عامة مش شرط يكون اللي عمل ملايين او اللي فتح شركته او اللي اشتغل في مكان او اللي عمل whatever رهيب بقى واتشهر وكده عشان خاطر نقول ان هو شخص ناجح. نجاح من وجهة نظري ان الحد اللي عارف يكون consistent، عارف يكون عنده استمرارية، عارف يكون بيكبر كل يوم عن الوقت اللي قبليه. ودايما لما بجيب جاست بقول لكم لما بجيب جاست انا عارفاه عشت معاه حاجات معينة عشان اقدر اقول لكم فعلا ان ده نموذج فعلا يكون موجود معانا في بودكاست محشور في العشرين. الجاست اللي معايا النهارده I can say ان انا مربياها شويه تربيه كويسه، يعني اعتقد هنكتشف. شخص بجد امين قوي على شغله، شخص جدع، حد ناجح جدا من وجهه نظري، حد بجد لما بترميله الحاجه كده بتبقى عارف ان هي هتتعمل هتخلص. حد ناجح في كذا مجال في حياته، سواء في الجامعه سواء في الشغل، حد محبوب، وان الحاجات دي كلها تكون موجوده في حد واحد دي حاجه بجد مش سهله. معايا النهارده حد لسه هيبتدي حشرته في العشرينات. معايا رضوى صفوت. هاي كسفتي معلش بقول الحقيقه. جماعه رضوى هي المانجر بتاعتي بقالنا 3 سنين almost، يعني 3 سنين. I'll take this opportunity to thank you. ما تعيطيش ارجوك، احنا قلنا مش هنعيط. سوري، ده لسه اول 3 دقايق. هي المانجر بتاعتي بقى معايا 3 سنين. she's one of the main and biggest reasons بعد ربنا وبعد حاجات تانية انه هي اكون انا في اللي انا فيه دلوقتي، عشان كل الحاجات كويسه اللي انا قلتها قبل كده، فقدرت تكون بجد فعلا بتبوش مي لان احنا قاعدين دلوقتي في بودكاست مع بعض. فاكره اول مره جيتيلي لما you were hired، كان انترفيو تحفه بصراحه. كان في البيت على الكنبه عادي عشان رضوى ساكنه اخر شارع بيتي. بس فاكره قوي ان انتي كنتي تايهه ومش مبسوطه وكنت لسه سايبه شغل ومش عارفه تعملي ايه وكنتي فرستريتد كده. رضوى اول ما جات لي الايجنسي ما كانتش تعرف جوجل ميت من الاكسل مش عارفه ايه بتاع. دلوقتي شبح، دلوقتي شاطره جدا. I'm extremely proud of you، وحاسه ان ده ان انتي you're a very good example لحد في الجامعه بتفكري بيه وانا صغيره، لحد اللي بيشتغل وقت الجامعه وبيعمل حاجات مع الجامعه او كده يكون بيشار مع الناس. انتي بتخلصي جامعه دلوقتي، انتي كام سنه؟ 22 كنتي 19 عمر. ما بقيتيش اصغر حد في الشركه. فانتي you're a good example لحد لسه في الجامعه بيخلص وبيبتدي يعني حياته. عايزين نسمع عن الوقت اللي فات، عن العشرينات اللي جايه عامله ازاي والحاجات اللي فاتت عامله ازاي. فخليني اسالك اول سؤال. اوكي، اوصفي لي كده دخولك سن العشرينات في كلمه واحده. توهه او حماس. توهه او حماس؟ اشمعنى توهه؟ عشان كنت حاسه ان انا داخله على حاجه انا مش عارفاها قوي، بس نفس الوقت كنت عايزه اكتشفها، فكان جوايا حماس وفي نفس الوقت كنت تايهه قوي، فحاولت ان انا اعمل ميكس الاثنين مع بعض واكتشف هوصل لايه. طب الحماس جاي منين؟ يعني عادة ما حد يدخل على حاجة جديدة غير انه متحمس بس يبقى يعني حاسس ايه، لا انا بكبر، انا كبرت. الحماس كان جاي من انا اوريدي دخلت الكلية، فكنت عايزة اكتشف نفسي هوصل لايه، خاصة ان انا بشتغل من وانا عندي 17 سنة، فكنت عايزة اشوف هو الموضوع هيوصل لحد فين، يعني هعرف ابالانس ولا لا. فاخدت الموضوع تحدي لحد ما لقيت الحمد لله يعني وصلت. احكي لي كده من 17 سنة كنت بتعملي ايه؟ بصي،
انا اوريدي كنت في ثانويه عامه وقتها، كنت داخله ثانويه عامه وعشت اكسبيرينس ان انا اوريدي كنت علمي، وبعدين حولت قبل الامتحانات باسبوعين بقيت ادبي، فده كان يعني كانت اكسبيرينس كبيره قوي في حياتي. يعني قبلها باسبوعين قبل ما اخش ثانويه عامه في ثانيه ثانوي حولت، فده كان بالنسبه لي تشالنج كبير قوي ان انا الم مناهج كتير قوي. المهم وقتها كان بنفتح محلات فضه عندنا في العيله، فقررت ان انا انزل اشتغل واقف في المحل. الموضوع في الاول كان بالنسبه لي تشالنج كبير قوي ان انا اتعامل مع وناس انا مش عارفاهم ومش عارفه يعني هم هيعاملوني ازاي. اتحطيت في مواقف كتير قوي لوحدي، كنت بقف لوحدي توتالي، فحسيت ان هو طب ماشي واي نوت ما اكمل وكده. لحد ما بدات ان انا انزل بازارات، كمان البازارات اللي بتتعمل في اسكندريه دي كنت بقف لوحدي برضو، وحسيت ان هو واي نوت اكمل واشوف هعمل ايه تاني. واحده واحده بدات اشتغل بقى، ممكن انزل في محلات عادي، اشتغل مع صحابي، لحد ما وصلت بقى ان انا personal assistant وكده. بالنسبه لي الموضوع كان challenging برضو ان انا ابقى مسؤوله عن حد وابقى مسؤوله عن المواعيد بتاعته والكلام ده كله، خاصه ان وقتها ان انا كنت خلاص دخلت الجامعه، بس لقيت ان لا خلاص الحمد لله انا وصلت وعرفت بالانس، فالموضوع مشى يعني. طيب قولي لي كده، الشغل بالنسبه لك في السن الصغير ده بالنسبه لك ايه؟ استقرار. لان انا وقتها حسيت ان انا ماسكه فلوس في ايديا. انا اول مبلغ مسكته كان 600 جنيه، ووقتها كنت حاسه ان انا بملك الدنيا وما فيها، انا عايزه 600 جنيه. وقتها برضو كانوا حلوين كانوا حلوين. فحسيت ان هو طب ماشي بعد 600 دي انا عايزه اوصل لاكتر، يعني عايزه اوصل ل 1000 و1000 ونص واقعد اكمل يعني. لقيت ان الحمد لله الموضوع بقى مربح بعد كده يعني. عندك كام مصدر دخل وانت في الجامعه؟ 2. اللي هم ايه؟ قولي لي. اعتبريني مش عارفاكي. انا عارفه ان اكتر واحده عارفاكي، بس اعتبريني مش عارفاكي. الشغل معاكي في الايجنسي، وان انا اوريدي عندي اكاونت على الانستجرام ان انا بلوجر وكده، فاوريدي ده مصدر دخل تاني ليا يعني. فاكره ما قابلتك في الايفنت اللي كان الايفنت اللي كان فيه عزيز مرقه وكده. كنا صغيرين قوي، رجلك كانت مكسوره وقتها. ايوه حصل. كنت رجلي مكسوره وكنت قاعده جنبي بتاعت تكتبي. ايوه وكده، وكنت لسه برضو بتبتدي الفلوج وكده. قولي لي ليه ما وقفتيش؟ وبقالك قد ايه بتعملي كونتنت؟ من 2019. وما وقفتش عشان انا كنت اوقات كتير قوي بفكر ان انا هفكس للموضوع ولا ومش عارفه ايه، حسيت ان انا مش بوصل. بعدين كان بيجيلي كذا اشاره من ربنا ان هو لا انا اكمل، لحد ما بدات الناس بقت عارفاني والناس بتسلم عليا، فحسيت اللي هو طب ما انا بوصل هو يعني الحمد لله يعني. فاكره اول حد سلم عليكي؟ فاكره. احكي لي. عادي كنت ماشيه في الشارع ولقيت واحده جايه لي، فانا افتكرتها هتسالني على حاجه عادي يعني، اصل انا مش اللي هو يعني. فقالت لي انا عارفاكي، ممكن اتصور معاكي. فحسيت وقتها اللي هو انا اصلا كنت افكر قبلها بيوم ليترلي ان انا خلاص اقفل الاكونت وكده، فحسيت ان دي اشاره من ربنا ان انا بقدم حاجه على قد ما اقدر يعني، فقلت ليه لا يعني. ليه اتعلمتي ايه من اكسبيرينس الكونتنت كريشن؟ اتعلمت ازاي ابقى نفسي، عشان وقتها كان في ناس كتير قوي، انا كنت اصلا بلوجر للشعر كيرلي، فوقتها كان في ناس كتير قوي بتعمل نفس الموضوع، فبدات ادور ايه اللي ممكن يخليني ابقى مختلفه. فتقريبا that's why حسيت ان انا بقيت شويه معروفه يعني، حسيت ان انا طب ما ادور على افكار جديده، اعمل سكتشز شويه في الموضوع ده، لحد ما لقيت ان الموضوع شويه نفع يعني. واهلك كانوا بيقولوا لك ايه عن الموضوع ده؟ وكانوا فاكرين هيجيب فلوس، ولما جاب فلوس عملوا ايه؟ خالص. احكي لي. لا خالص، هم ما كانوش اصلا فاهمين ان ده ممكن يجيب لي فلوس عادي، كانوا فاكرين انا بعملها فور فن. في الاول كانوا هو شويه مخضوضين. انت كنت عامله حسابك ان هيجيلك فلوس منها، ولا كنت بتعمليها فور فن؟ لا كنت بعملها فور فن، واصلا ما كنتش باخد فلوس خالص في الاول يعني، كنت بعملها عادي يعني. فاكره جاي كامبين اخد كام. بنساعد بعضينا يعني. وبعدين حسيت ان هو اهلي ما كانوش معارضين الفكره، بس كانوا شويه مخضوضين اللي هو انت بتعملي ايه، بيخشوا عليا لاني بكلم الكاميرا يعني، فما كانوش فاهمين الموضوع قوي. لحد ما وريتهم الاكاونت وشافوا وانا معاهم بره الناس بتسلم عليا، فحسوا اللي هو ايه ده، واو شاطره. ايوه لا انت شاطره فعلا. طيب قولي لي اكتر وقت حسيتي في بدايه كده عشريناتك ان الموضوع ده مش نافع، رجعوني تاني من المدرسه، اكتر بيك داون كده كنت فيها؟ موقفين. لما بدأت اتحط في مواقف مع الناس واحس ان هم شوية بتخزن منهم، عشان انا كنت في مدرسة هم بنات بس ودايرة مقفولة ومكنتش بخرج برا يعني كتير. فلما طلعت برا لقيت ان هو لا انا في عالم مختلف تماما، وان انا بتخزن من الناس وفي ناس بتضحك عليا عادي. بس ادركت ان هو ما احنا خلاص مش هنعرف نرجع اللي فات، فاحنا هنعيش في اللي موجود دلوقتي، ما فيش حل يعني. طب ايه اللي اديني كده الحاجه اللي عديتي بيها حسيتك بده؟ ان انا فجاه كان عندي صحاب كتير قوي، وبعدين فجاه بقيت لوحدي. بقوا شايفيني ان انا يعني خلاص ان مش نافعه ان انا ابقى صاحبتهم، ما اعرفش ليه. هو كل حد بيقعد على الكورس ده بيقول نفس الحاجه، اشمعنى سبيشالي البنات؟
ليه؟ مش عارفه، هو الفتره من ان انا خلصت المدرسه ودخلت الكليه، فطبعا كل حد بيروح في طريقه، فانا كنت فاكره ان انا عادي هلاقي ناس هتسندني يعني وهنبقى مع بعض، بس الحقيقه ان هم كلهم literally سابوني. طب تعيطيش طيب. ارجوكي امسكي نفسك بس. وده اثر فيكي ازاي؟ يعني شكل او وجهة نظرك للعلاقات في بداية العشرين عن وانتي في المدرسة يعني بقت عاملة ازاي؟ يعني ادركت ان هو طبيعي ان مش كل الناس هتكمل معانا حياتنا، بس في نفس الوقت ما لازم يكون في ناس مين، بس وانا بنقي الناس المين دي بقى لازم ابقى يعني شايفه فيهم potentials معينه كده. يعني معايير اختيارك للاشخاص اختلفت اللي في تماماً. حياتك في العشرين اختلفت عن انا كنت قبل بشوف كده. كل الناس صحابي، كنت بشوف كل الناس احكي لهم عادي. انتي لسه كده يا رضا. انا مش قصدي يعني، بس انتي لسه كده الى ان يثبت العكس يعني. دخلت في وشي. بس يعني ممكن يكون يعني لو كان قبل كده حاجه ودلوقتي حاجه تانية فتمام. يعني حاولت اتغير يعني. بس قولي لي فعلا بجد ايه الكريتيريا اللي بتبتدي تحطيها لاختياراتك للناس عامه، او موضوع العلاقات ده بقى عامل ازاي معاكي بعد الجامعه؟ يعني وانتي بتخلصي الجامعه انا عارفه برضو ان في الجامعه عديتي بحاجات سخيفه برضو مع الناس، فقولي لي كده الفريندشيبس بالنسبه لك على في العشرينات بقت عامله ازاي، وانتقائك لدايرتك بقى شيء عامل ازاي؟ ادركت ان عادي صحابنا مش لازم يبقوا موجودين معانا 24 ساعه، عشان انا كنت بحب ان هم يبقوا موجودين 24 ساعه ونشار كل حاجه وكده. بدات اريلايز ان كل حد بقى عنده حياته، وعادي تقبلت الموضوع ده. وان احنا بنبعد وبنروح وبنسافر وكل حاجه، بس at the same time بيكون في ناس مين كده. فدي تقريبا اكتر حاجه يعني اختلفت معايا، ان انا خلاص ادركت ان عادي يا رضوى مش لازم يبقوا موجودين على طول، بس لما بحتاجهم بلاقيهم. انا في الاول كنت بحتاجهم وما كنتش بلاقي حد الحقيقه، بس يعني انتي والله بس عليك كويس. وصلت دلوقتي بيشوفوكي كده. ايوه وصلت عادي. وصلت لهم ايوه أنا وصلت. ولسه طيب يعني احكي لي عن الخذلان عموما بالنسبه لك في الجيرني بتاعتك، لان اي ثينك دي اكتر حاجه شيبتي للي انت فيه دلوقتي من حاجات كتير يعني، سواء في الشغل سواء من الصحاب او كده. احكي لي، حاولي تحكي لي. لا انا هحكي لك ان ديتيلز. قولي لي كده. هو عامه الخذلان بالنسبه لي دي حاجه قطم الظهر، يعني لما حد بيتعرض لها بيطلع منها بجد انسان مختلف. يعني تعرضت لها وانا في المدرسه برضو من صحابي. بقول مش صحابي، من الناس اللي كنت اعرفهم، بس مش صحابي. اتخذلت منهم قوي قوي. حسيت ان انا كنت خلاص داخله الكليه ما اعرفش اي حد يعني، فكنت حاسه ان انا هخش بيهم ده طبيعي، بس لقيت ان انا لوحدي. فاللي هو تخيلي انت بقالك 14 سنه عارفه ناس، انت هتخشي المفروض في 4 سنين تعملي ناس تانية. فالموضوع كان بالنسبه لي صعب قوي. اتخذلت في شغلي اكشلي عشان كنت يعني نمت صحيت لقيت ان انا سبت الشغل. مش سبت الشغل، مش معناش كده. بس سبت الشغل، سمعت حد قال لي مش محتاجاكي تاني. يعني حطي بس سبتي انت اللي روحتي قلتي، هو اللي اتقالك يعني ما كانش في نوتس معين ان انت خلاص تدوري على حاجه تانية. صحيت الصبح قالك خلاص. نمت صحيت لقيت ان هو لا معلش مش هنكمل، اللي هو انا مش احنا مش متصاحبين يعني، لو بجد اتقال لي معلش مش هنكمل. فانا كنت في النوير بقى، قعدت 6 شهور وانا اصلا اوريدي بشتغل من وانا صغيره، فمتعوده ان في فلوس في ايديا دايما. فقعدت بجد 6 شهور انا في النوير، انا مش بعمل اي حاجه، انا بدور على شغل وحاسه ان انا اتخذلت قوي بقى من الشخص اللي انا كنت مأمنه له، واحنا بنشتغل مع بعض وبنساعد بعض وكده. فحسيت ان هو طب انا لو اشتغلت تاني ممكن يحصل لي نفس الموقف يعني. حتى لما بدات اشتغل معاكي بصراحه كنت خايفه في الاول خالص. انت قعدتي تقولي لي كل شهر حاجه تقولي لي بصي انت لو هتقولي ان احنا مش هنكمل يعني يا ريت تقولي قبلها بشهرين. حاضر. وقعدنا كده 3-4 شهور يعني. بس الموضوع فضل مؤثر فيا قوي يعني. انا اصلا حتى لما اشتغلت معاكي قعدت لا حبه تروماتايزد من الموضوع مش سهل ان انت تبقي مستقره في حاجه وبعدين فجاه تتاخد منك. فده كان بالنسبه لي خذلان كبير قوي تعرضت له في شغلي يعني. بحسك ولحد دلوقتي شخص عايش في بابل ال مش عارفه اسمها ايه، مش المثاليه بس بابل الحاجات الكويسه. لما البابل دي اتعملت فشوفتي يعني تعاملتي ازاي مع ده؟ لان ده التشينج اللي فعلا الواحد بيروحه من سن لسن. فلما لقيتي ان انتي البابل اللي انتي عايشه فيها دي مش دي البابل اللي بره،
how did that make you feel؟ في الاول كان عندي كنت صدمه، كنت بنكر اللي هو الموضوع عادي يعني، ما احنا لسه الحياه حلوه ومش عارفه ايه. وبعدين ربتيني كده ليه يا ماما؟ بجد كنت بروح اسالها نفس السؤال، انت ليه فعلا؟ ربتي والله انت ليه ربتيني كده ان انا ابقى اخده كل الناس صحابي وكل الحياه حلوه ومش عارفه ايه؟ عشان انا اكتشفت ان الحياه مش دايما حلوه ومش دايما وحشه، يعني هو في ابيض واسود وفي رمادي بقى. فانا كنت وقتها في الرمادي ده. فحسيت اللي هو يعني ماشي. في الاول كنت مصدومه، كان عندي حاله نكران للي بيحصل ده، بس بعدين لقيت ان هو في نص الرحله في ناس بتبقى حلوه، مش دايما هنلاقي الوحش بس. فادركت ان ماشي يعني هندور على الناس الحلوه بقى يعني. ان شاء الله خير. طيب احكي لي كده على علاقتك باهلك. سند يعني، هم الحمد لله هم سند كبير قوي في حياتي. اتربيت ان هو اي حاجه حلوه بتحصل بروح اشاركها لهم، حاجه وحشه بتحصل بروح اشاركها لهم. فالعلاقه بينا كانت متبادله، هم حتى اهلي يعني سواء بابايا او مامتي بيقعدوا يتكلموا معايا ان احنا صحاب، هو بيحكي لي مشاكله في الشغل وانا بحكي له مشاكلي. فالعلاقه بينا الحمد لله كانت مريم نرفزاني هو مستحيل اشوف الموضوع ده. لا بيحبك قوي والله. انا عارفه يعني، بس ما يمنعش تشتكي مني يعني. يعني انت شايفه في سن ال20، شايفه سن ال20 ان المفروض يكون علاقتنا زي باهالينا؟ لازم بجد، عشان دي اكتر فتره تقريبا احنا بنطلع فيها من البابل بقى بتاعه المدرسه وكده، بنخش البابل جديده. فحاسه ان هو لازم يبقوا في ظهر ولادهم، عشان دي اكتر مرحله هم بيقابلوا فيها الخذلان والكذب من الناس وكل حاجه والخيانه وكل حاجه. فلازم يكون ليهم ملجأ، الملجأ ده مش هينفع يبقى اصحابهم، عشان الصحاب في الوقت ده بيبقوا اصلا مش عارفين يفكروا صح، فهم هيبوظوا الدنيا للشخص ده. يعني انت بتقولي انه لازم لو انا حد علاقتي باهلي مش كده، يعني لو انا ما عنديش الاوتلت ده. هو للاسف الكلام بيبقى شويه سهل عن الفعل، بس حاولوا يعني تقووا علاقتكم بيها، عشان at the end of the day هم اهلكم، هم بجد هم اكتر حد هيخاف عليكم. انا عارفه الناس هتشوف الكلام ده كليشيه ولا او مش عارفه ايه، وانا عندي مشاكل مع اهلي وكده، بس بجد بنبقى شايفين ان الصحاب لا هم صحابنا وهم هيخافوا علينا وكده. بس لا، مش دايما الشخص بيبقى عايز ان يشوف غيره احسن منه، فمش دايما صحابك هيبقوا عايزين يشوفوك احسن منهم. شفتي غيره من صحابك؟ نحكي لي. بس يعني كمان ديسكليمر. ده مش عن ناس معينه، بس عشان هو يقطعوا معايا بعد البتاع دي. يعني ماشي والله، كل واحد عارف نفسه. اللي بقى حاسه بقى ان هو الكلام عليه اديك عرفتي. شفت يعني كانت بتبان في الكلام، هو ما اتقالتليش دايركت، بس هي كانت بتبان بقى اللي هو طب ما انتي بتعملي كذا وكذا، يعني انتي ناقصك ايه؟ لا يعني هي بتتقاس كده خالص. فحسيت ان هو ماشي يعني، لو انتوا شايفين كده اوكي، فقطعت معاهم الحقيقه يعني مش ناقصه. حاسه ناقصك ايه دي كلمه يعني، عشان انا عارفه ان انت شخص راضي دايما، بس حاسه ناقصك ايه توصلي له؟ حاسه انت 22 سنه دلوقتي، رضوى من دلوقتي 30، عايزه تبقى فين؟ بصي انا عندي مشكله ان انا كل ما بوصل لسه بتشتغلي معايا. انا بس بديكي الاجابه النموذجيه بس عشان ايه ننزل الحلقه على خير. انا عندي مشكله الفتره دي ان انا كل ما بوصل لحاجه ببقى عايزه اوصل للاحسن منها. يعني هي حاجه حلوه ان انا بامبروف ماي سيلف، بس مش حاسه الموضوع ده دايما بيخليكي كده، وما بتلاحظيش ان فجاه كده بيجيلك داون فيز، قاعده في البيت مش عارفه اعمل حاجه، هو انا بعمل ايه بجد؟ هو انا ايه اللي وصلني ليه؟ بتحسي انه you're not good enough في اللي انت بتعمليه، وبتقارني بمين عشان تقولي كده؟ مش بقارن، بس بحس ان هو لا، ما انت يمكن لسه ما وصلتيش لحاجه، انت وصلتي لايه؟ بقعد اداوت ماي سيلف كتير كده. ايه الميجرمنت؟ ايه الريفرنس؟ مش عارفه، انا بقعد افكر كتير، ببص لغيري از ان هم حاجه يعني حاجه حلوه، ان هو طب انا عايزه ابقى زيهم في كذا. مين غيرك؟ ده سؤال بجد اجاوب عليه يعني. مين غيرك؟ يعني مين اللي بتحطيه كميجرمنت ان ده النجاح، ده النموذج اللي انا فعلا ممكن عايزه ابقى زيه؟ انت. بجد والله مش بهزر، عايزه والله يعني، مش بقول كلام والله. عبله كامل بجد لما تقعد حط ايده كده كده احساسي دلوقتي. لا والله انت. طيب هعتبر انه مش انا، يعني هسالك يعني اشمعنى مريم؟ عشان انا حاسه ان هي فعلا شبهي. انا كلمي عليها كأن انا عادي. مش هي بقى. بصي كنت هسرح وكلام. طيب عيشي عادك. عشان انا بجد عارفاكي من وانتي صغيره قوي، يعني كنت اشوفك بقى وانتي لابسه شنطه المدرسه وبتجري ورا الاتوبيس وبتاع. وبعدين فجأة حصل امبروفمنت ما شاء الله في شخصيتك، وعملتي بقى السوشيال ميديا، كنت عامله جروب على فيسبوك فاكره، ودخلتي قلتي، كنت مصدومه اللي هو واو. ايوه انت كان عندك يعني اصلا 6000 فولور، ده كان يعني الحوار يعني. ايوه دخلت اقول لك. فحسيت ان هو، وبعدين بعد ما خلصتي موضوع الفيسبوك ده بدأتي تعملي يوتيوب شانل،
بعدين انستجرام، وبعدين بعدها بدأتي فتحت الايجنسي. انا يعني انا بتفرج على كل ده كنت من بعيد. عامه كنت والله كنت بحبك قوي. كنت افتح الاكونت بتاعك. مانيفستيشن هو في الاخر اشتغلنا سوا. لا بجد. وكنت بحس ان هو لا واو البنت دي فعلا شاطره، يعني هي بتطور من نفسها لحد بقى ما كلمتيني ولقيت ان انت عايزه حد يشتغل معاكي، فحسيت ان هي اشاره يعني. طب اكسبيرينس الشغل حد you're managing them، عشان بكاتك ايه ده انت تشتغلي يا مش عارفه ايه سكرتيره. which is actually يعني دي اكتر حاجه بتعلم، لانه انت بتعملي كل حاجه مع الشخص اللي في الحته دي. قولي لي كده، بس نرجع قبل ما نقول على دي. طب مش حاسه انه بريشرنج ان انت حاطه حد في حته، هو يعني انا عندي 27 سنه هكملهم وانتي 22 لسه في الجامعه او كده، مش حاسه انه بريشرنج شويه اللي انت بتعمليه، ومش حاسه اصلا ان انت وصلتي بالريسورسز اللي عندك في حياتك وصلتي اكشلي المكان حلو قوي؟ ما هو اللي مهديني شويه ان انا حاسه ان انت نفسك لما كنتي في السن ده اللي شويه وصلتي له، فحاسه اللي هو ما انت وانتي 27 وصلتي ده، ان شاء الله بقى انا همانيفست ان انا اوصل لزيك كده. هتجيبي العربيه امتى؟ شغاله على الموضوع ده. لا تعالي نحط ديت. اقول لك قولي لي. احنا اتكلمنا على حوار السنه دي والصيف وكده، 3 سنين. انت 22 جيبيها 25 26 كده ان شاء الله. يعني هو ده الجول بجد. انا يعني هتجيبيها 26، هتجيبيها وانت قدي، هتجيبيها وانت في سني ان شاء الله. انا كل فتره عامه بحط جول لنفسي وبحاول ان انا احققه. دي حاجه بقى انا عايزه اقولها، ان احنا دايما لما بنبقى بنتطور في حاجه بنحط جولز كتير قوي قدامنا، ودي حاجه كانت في الاول مضايقاني ان انا مش عارفه اوصل لده ولا لده ولا لده. فادركت بعد كده ان انا طب ما احط حاجه معينه واشتغل عليها واوصل لها. يعني انا في الاول مثلا مش عارفه انا ينفع اقول ولا ايه. بس مثلا كنت عايزه اجيب هديه لنفسي سلسله ذهب. فالموضوع بالنسبه لي كان اللي هو يا سلسله ذهب انا هجيب فلوسها منين يا نهار ابيض. وبعدين لقيت ان بجد لما انا امنت في الحاجه لقيت ان ربنا عمالي الحمد لله يكرمني من هنا ومن هنا ومن هنا. ينفع تقولي يعني نزلت بجد وكانت بفلوسي، ودي كانت بالنسبه لي حاجه كبيره قوي اللي هو واو انا لابسه ذهب من فلوسي. فدي كانت بالنسبه لي حاجه، وشفت وقتها في عين بابا نظره فخر انا بجد مش هنساها في حياتي. هو بص لي اللي هو ايه ده انت جبتيها لنفسك. فساعتها كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. انا كنت اعرف الحوار ده يعني ايه ده، انا كنت اعرف الحوار ده جامد الحمد لله. ف يعني long story short ان هو ما تحطش كذا هدف قدامك، عشان هتلاقي ان انت بجد تايه، انا مش عارف اعمل ده ولا اعمل ده ولا اعمل ده. حط حاجه واحده واشتغل عليها ايا كانت ايه، عشان بجد في ناس ده حاجه تافهه قوي طب ما ممكن توصل لها. يعني ادام ما هي تافهه لغيرك بس هي ليها يعني وانتي متشتته في ان انا حاسه اني داون مش عارفه انا وصلت لكذا ولا وصلت كذا مش عارفه ايه بتاع كده، فبتحسي انه الحاجه اللي بتوصل لها في الاخر انه انا اشوف انارو داون كل الزحمه اللي في دماغي دي لحاجه واحده بس عايزه اعملها واوصل لها الوقت اللي جاي. وكده اوصل لها الوقت اللي جاي بجد. ايه اكتر وقت في من ساعه ما بقيتي 20 سنه فخوره بيه، يعني في السنتين اللي فاتوا كده الالتيميت جوي؟ اول ما دخلت العشرينات كده ولسه كنت بكتشف الحياه جالي بريك داون من اكسبيرينس، يعني بيرسونال اكسبيرينس. قعدت بعدها سنه بهيل وبريكوفر. فالوقت ده كان بالنسبه لي صعب قوي قوي، عشان كان المفروض ان انا بالانس بين الشغل وبين الكليه وبين حياتي بقى اللي هو مشاعري اللي هي متفتفته دي. فبجد فقعدت بجد اشتغلت على نفسي كتير قوي الفتره دي، وقعدت امبروف في الاكاونت بتاعي وفي شغلي وفي كليتي. كنت بحاول يعني I was there يعني يس اوكي. لحد ما حسيت ان هو انا طلعت منها، حسيت ان هو يعني خلاص الحرب الداخليه دي انتهت والحمد لله يعني وصلت. فساعتها كنت حاسه ان انا فخوره قوي بنفسي ان انا كنت بهندل 3 حاجات، الشغل والكليه ومشاعري. طيب في الوقت ده انا عارفه ان انتي حد علاقته بربنا مهمه، وكنت بتقولي يعني في الحلقه اللي فاتت انه ربنا، احكي كده علاقتك بربنا وعلاقه ربنا في العشرينات المفروض تبقى عامله ازاي؟ هي لازم تبقى علاقه قويه. انا عارفه ان مش كل الناس بتبقى مدركه ده، بس بجد هو انا الحمد لله ما كنتش هوصل لحاجه. انا عارفه يعني ناس هتقول انتي وصلتي لايه، بس لا، يعني الرضا الداخلي ده بيبقى اهم حاجه الانسان ممكن يوصل لها، ودي بتوصل لها بقى مع علاقتك بربنا. يعني علاقتك بربنا لازم يبقى فيها ايمان قوي، مش اللي هو ماشي انا هدعي ربنا ان انا اعمل كذا كذا فماشي هو المفروض بقى ان هو يحقق ده. لا، انا بالنسبه لي ان هو انا لازم ابقى واثقه ان هو ربنا فعلا هيعمل يقين. اليقين بجد حاجه مهمه جدا. مش بقى صوم وصلاه مش هنعتمد، يعني انت لازم يبقى جواك يقين وانت بتعمل ده وانت بتصلي، انت عندك يقين ان ربنا فعلا هيستجاب.
يعني انا بجد هنرجع للمثال بتاع السلسله ده، انا كنت بدعي ان هو يا رب اجيب حاجه ذهب في حياتي عشان دي بالنسبه لي حاجه كبيره، لحد ما لقيت ان هو اتحققت بعد 3 سنين مثلا، بس اتليست اتحققت. فدايما يقيني وانا بدعي ربنا ان هو انا مؤمنه ان انت هتعمل ده بس في الوقت الصح. دي الحاجه اللي خلتني خلاص انا تمام، انا مطمنه يعني. دايما بتبعتيلي دعاوي معينه كده قبل حاجات، قولي لي الدعاوي دايما اه. بتقوليها قبل حاجات بتدخليها في حياتك. ربنا يجعل القبول في وشك. دي ماما دايما بتقولها لي. وهو في دعوة تانية تيتا كانت دايما بتقولها ان هو ربنا يحبب فيك خلقه حتى الحصى في ارض، يعني حتى وانتي ماشيه كده الارض تبقى مبسوطه وانتي ماشيه عليها، فتقابلي ناس بقى بتحبك وناس اللي هو شايفاكي حاجه كبيره. فدايما بدعي ان ربنا يجعل في وشي القبول، عشان هو القبول ده اللي مخلي الانسان، يعني انا لو مش قابلاكي مش ما تقلقيش، انت you're full of it. الحمد لله. you're full of it. الحمد لله. شايفه ناسكين كمان 5 سنين، لا مش كده بس بس سؤال شبه كده، شايفه رضوى فين الفتره اللي جايه في حياتها بعد الجامعه post graduation؟ انا عارفه انه مش عارفه برضه المفروض اقول كده ولا لا، قولي لي يعني ما كانش لا ان اصحابك كانوا بيقولوا لك انت مش تايهه بعد الجامعه، انت تمام؟ انت تمام؟ تمام ايه انت تمام؟ لا انت تمام اكشلي انه بعد الجامعه حاسه انك مش تايهه؟ بصي الحمد لله، يعني انا اصلا دلوقتي لو ما كنتش بشتغل ولو ما كانش في حاجات بعملها كنت حاسه ان انا هبقى تايهه اكتر من كده، بس انا على ارض صلبه زي ما بيقولوا الحمد لله يعني grounded يعني. فحاسه ان هو بعد الكليه مش هدور على شغل، انا هدور على نفسي بقى، هشوف انا المفروض اطور من نفسي ايه، اخد كورسات ايه. فدي حاجه سنداني ان انا الحمد لله تمام موجود الشغل، بس محتاجه اشوف بقى نفسي. يعني انا حاسه ان انا 4 سنين بكتشف نفسي بس لسه ما وصلتش قوي انا عايزه اعمل. طيب ايه جمله تحطيها كتايتل كده لسن لل4 سنين الجامعه؟ هو مش لسن قوي، بس هي جمله انا دايما ماشيه بيها في حياتي، ان هو رب الخير لا ياتي الا بالخير. لما سبت، يعني لما اتسبت في الشغل وقعدت 6 شهور من غير شغل، فعلا ما كنتش لاقي اي شغل خالص عشان كمان بدرس، فكنت عايزه حاجه فلكسبل، ما كنتش بقول غيرها. انا ما اعرفش ليه هي فجاه جت على لساني، وقعدت 6 شهور ما بقولش غيرها بجد. وبعدين لما ربنا عوضني بالشغل معاكي ادركت ان هو فعلا ربنا الموضوع جه كده. هو جه كده فعلا. يعني كنت في الساحل، أيوة. الساحل مع بتول، وبعدين كنت بقول لها انا مدور على حد يساعدني وبتاع، يبقى مانجر بتاعي وشويه مش عارفه ايه. قالت لي في بنت، وانا رضوى عارفاها من ايام مدرسه. أيوة. رضوى معايا كنا بنركب الباص الصبح مع بعض. أيوة ومش عارفه ايه، في بنت اسمها رضوى وكده. ده ايه؟ وانا كنت بدور على حد ابقى عارفاه وقادره ابقى واثق فيه، والموضوع ما خدش. انت عارفه موضوع بتول ده علمني حاجه حلوه قوي، ان احنا لازم النتورك بتاعتنا دايما نخلي علاقتنا حلوه مع الناس، عشان هو لو بتول ما كنتش عارفه ان انا شاطره وجميله ومش عارفه ايه، عمرها ما كانت هتريكمند. وقولي لي انت عملتي ايه عشان توصلي لده؟ يعني عشان انا عارفه بعتي لكذا حد وكده. احكي لنا ازاي اصلا كنت تعرفي تجيبي شغل وانت صغيره. بصي في حاجه دايما لما عشان كذا حد سالني الموضوع ده بقعد اقول اللي هو روحوا واطلبوا. يعني انا لما كنت شغاله مع ده عادي تطلبي من الناس عادي. يعني انا لما كنت شغاله مع انا مقتنعه بس بجد رحت قلت لها هو انت مش عايزه حد يساعدك في الشغل؟ وبجد في نفس الدقيقه انا اشتغلت معاها وظبطنا السالري وخلاص ظبطنا كل حاجه. فاللي هو عادي انكم تروحوا تسالوا، ما تستنوش الفرصه هي اللي هتيجي لحد عندكم، عشان هي مش بتيجي على وانت قاعده في البيت كده، انت هتدور. يعني ياخد الانيشيتيف واروح واسال واعمل بالظبط. طيب اصلا ما كنت حطيتي فيه في الشغل كان ايه؟ عادي، انا مريض بودكاستر مش بقى في مريض الانسانه مريض مديره. اصعب موقف حصل ريسنتلي لما انتي كان عندك لايف وانا نمت بقى. لسه هتفتكرني شريره؟ لا المشكله ان انا نمت وكنت نايمه احلى نومه، انت مش فاهمه. انا عارف وبعدين فاضل اجيبك من البيت فعلا. وبعدين فتحت الموبايل الساعه 10، قلت يا ده لسه بدري على اللايف، خلاص اكمل نوم. انا صحيت لقيتك انت مكلمه الشركه كلها مكلماني بيجروا ورايا، قعدت اعيط يومها عياط. ايه بجد انا اسفه والله. لا بس انا يعني ما انا كان هيفوتني وانا كنت يعني لسه انا شديله. على فكره انا كنت حاطه لك الحاجات دي على الكالندر بس هي ما سمعتش عندك. بس ما انت دفعتيه قبلها. ايه اللي حصل؟ رضوى الالارم بشتغل. ايه اللي حصل؟ ما انت دايما بتفكريني. ايه يوميها اللاب بتاعك كان مدفوع ولا اي حاجه كده. يعني فانا صحيت لقيت الدنيا كلها بايظه، فحسيت ما هي كانت الدنيا كلها بايظه لحد قبل بتاع ب5 دقايق يعني، بس ربنا ستر يعني. طب انا اسفه ما تزعليش، ما تعيطيش خلاص. انا اسفه خلاص، انا طيبه والله. اصلا بجد في بضحك قوي موضوع مريض الانسانه ومريض مديره ده. مش كلام باي حد عايزني في حاجه ايموشنال يعني عشان اوافق وكده. انا بكلمك كمريض انسان. طب وبعدين انا عارفه ان ده اللي بجد مخلي الشغل معاكي سهل، ان انت عندك 2 personalities بجد. انت بتعرفي تفصلي بينهم كويس قوي.
والله طب وده مش بتعملي عاجبك كده ازاي خطتك؟ بقى؟ انا بعمل كده ازاي ان انا افصل؟ ما اعرفش، بس اصل انا كنت بشتغل ما بقاليش 3 سنين، يعني كنت بشتغل في شركه قبل كده. بحاول على قد ما اقدر ما اعملش اللي اتعمل فيا من الناس، يعني بحاول عشان انا كنت مكان كل حد موجود، وانا صعب قوي تفصلي ما بين الرأسمالية والإنسانية. فبحاول دايما الاقي البالانس السويت سبوت ما بين ان انا عايزه اعمل البيزنس بتاعي هو بكسب قد كده مش عارفه ايه، في نفس الوقت انا معايا ناس واثقين فيا، حاطين فيا التراست بتاعتهم، غير بقى ان انا جرودم فاينانشلي، ان انا جرودم على يعني ايموشنلي بيرسونلي. يعني الفيرجن اللي انا شايفاها منك دلوقتي دي انا بالنسبه لي انا زي كنت بقول لك الصبح اي انفستد فيكي، زي ما انفستد يعني زي ما بحط فلوس في حاجه بحط وقت ومجهود في حاجه، ان ابقى في فيرجن كده من حد. فان انا كنت بتمنى دايما ان انا لما اعمل شركه او كده ما بقاش التيبيكال. انت عارفه ان انت اللي شكلتي شخصيتي بجد. هقول لك، عشان انا اول ما اشتغلت معاكي سافرت المنصوره، يعني من واحده اصلا ما بت يعني مش انا بنزل وكده بس مش بسافر يعني. سافرت المنصوره دي كانت واحده كانت اوحش سفريه في حياتي. يا جماعه ايفنت اتلغى، الايفنت اتلغى الساعه 3 الفجر، بس دي مش دي المشكله، ان انا كنت بكلمك عشان بس اظبط هنسافر ازاي. فانت قلتي لي جمله بجد مش هنساها يعني، عامه لو عايزه تشيليها شيليها. بس انت قلتي لي انا جايباكي انت اللي بتمانج مين، مش انا اللي همانج يو. المشكله ان انا يعني كان تاني يوم اشتغل معاكي، فحسيت اللي هو ماشي يعني هي معاها حق فعلا. فبدات بقى اشوف انا هعمل ايه وهسافر ازاي وهروح ازاي وكده. فبجد انت شكلتي شخصيتي والله. وسافرت لوحدي وفي بلد انا ما اعرفهاش وما اعرفش فيها حد. وصلتي قبلي اتفسحتي مع زياد، فاكره تأثرت جدا، انا كده اللي هعيط والله. اي بس فاكره بتاع ده لما بجد قعدت الساعه يوميها بقى عمري ما هنسى ان انا كنت قاعده بره لحد 3 الصبح بنحاول ننقذ الايفنت اللي باظ ده، وروحت قاعده مستنيه لقيت رضوى قاعده على نفس المكان والله في قاعدة. الاوتيل، قصدي قاعده في اوتيل في المنصوره. اول مره بجد انا ما كنتش مخيف اعرف قوي، بقى، مخيف قوي. ما تقوليش كده بجد كان مخيف. ما تقوليش كده عيب. اصل انا كنت قاعده معانا في في المنصوره، قاعده في اخر اوضه مش في المنصوره، انا عارفه ان هو في اسكندريه والله. بس انا اليوم ده عمري ما هنسى. روحت الاوتيل لقيت رضا يا جماعه قاعده على نفس السرير، نفس البوزيشن، ما اتحركتش. انت ما نمتيش ليه؟ خفت يكون حصل لك حاجه. هيحصل لي ايه في المنصوره يعني؟ ما انا ما اعرفش انت لحد كان معايا زياد وكان معايا صلاح، كان معايا كميه تردي عليا. وبعدين كنت حاساكي بجد مسؤوليه، يعني كنت حاسه ان انا بجد شايله مسؤوليه. خدتي مانج مي دي تو هول اذر ليفل يعني. فبس كنت خايفه بقى اقفل باب الاوضه، فانت هتخبطي وانا نايمه بقى هتنامي فين وكده. بس الاوتيل كان مرعب، التويلت كان مرعب. لا كان مرعب، لا كان مرعب. خلاص ضعنا في اوتيل هناك بقى. اهدي هنروح تاني. اهدي على نفسك، هنروح تاني يوم. خلاص خلينا بس نخش في قصه السفر دي بعدين عشان ماشي. اتعلمتي ايه تاني من الشغل معاكي ولا عامه؟ عامه معايا بقى، تبقى لك معايا 3 سنين فطبيعي يعني معايا بسببي. اوكي، اتعلمت عامه ان انا لما امسك فلوس في ايديا ما اقعدش اصرفها. بحاول لسه يعني، يا رب شادي يبقى مبسوط مني في الموضوع ده، بس انا بحاول بجد. عشان ده الفاينانشال مانجر بتاعنا في الايجنسي. الفلوس مش بتجي بالسهل، عايز ان احنا نصرفها، بس بقى خلاص بقى نوظف بقى احنا بنصرفها فين بقى عشان مش نقعد نلعب كتير كده. بس لحد بقى ما يعني الحمد لله عرفت اوظفها وجبت موبايل ليا الحمد لله يعني. شغل بكام بجد بدات احس ان هو عادي يعني. انا بس عايزه يعني اقول حاجه، ان انا مش طالعه اقول انا جبت عشان بقى الناس كلها تحس ببريشر ان هو دي واحده في العشرينات وصلت لكل ده، وانا ادي اند اوف ما وصلتش لحاجه. انا بس وصلت للحاجات اللي انا كان نفسي فيها وانا صغيره يعني. ما كنتش احلم ان انا اعرف اجيب موبايل نفسي وموبايل حلو يعني. فعادي لقيت ان بجد لقيت ان الموضوع 15 برو ماكس. لقيت ان الموضوع عادي ان احنا نوصل له، بس ان احنا نشتغل على نفسنا صح، مش ببريشر بجد، مش ببريشر خالص، بس نفهم بقى الدنيا واحده واحده يعني. انا عندي يعني انا مقتنعه ان احنا مش هنكتشف الحياه كلها مره واحده، وان احنا النهارده هنكتشف حاجه بكره ممكن نكتشف عكسها، واحنا بقى نشوف احنا عايزين نبقى في انهي حاجه منهم. وعادي هنوصل في الاخر يعني. الفلوس بالنسبه لك ايه؟ استقرار. علاقتك بيها عامله ازاي؟ بمعنى يعني الريليشن شيب بتاع في ناس يعني
ما بتعرفش تعمل مع الفلوس، في ناس تحبهاش، بمعنى بحب فلوس تاني دي وكده، بس لما بتيجي انا بتوتر، بتغيرني، مش بعرف اعمل بيها ايه. وفي ناس بتحبها لدرجه توكسيك، وفي ناس بالنسبه لها عادي، اللي جابهم يجيب غيرهم فنصرفهم كلهم. كل حد له منتاليتي او ريليشن شيب معينه مع الفلوس. انت علاقتك بالفلوس عامله ازاي؟ حاسه ان علاقتي بالفلوس علاقه خد وهات، يعني اللي هو الفلوس بتساعدني اوصل لحاجات، بس انا لو فضلت ان انا بس مركزه على الفلوس هضيع مني حاجات تانية كتير. عشان انا لما لقيت الناس كتير قوي مركزه مع الفلوس، حسيت ان هما وصلوا الليفل اللي هو هما مش شايفين غير الفلوس، احنا مش عايزين نعمل غير الفلوس. يعني ايه بقى مركزه بس على الفلوس؟ تبقى علاقه صحيه. يعني في ناس بتبقى اللي هو خلاص انا بقى معايا فلوس فهدوس على الناس، اللي هو لا، احنا المفروض نتعامل معاها بطريقه عقلانيه عامه يعني، وان هو لو ما جاتش الفلوس هي مصيرها هتيجي. لا اشرحي لي اكتر، يعني ايه انا لما بعمل فلوس فدي علاقتي غير صحيه مع الفلوس، وبتخليني يعني بتخليكي ان اثيكال، بتخليكي تخسري فاليو. يعني ايه العلاقه الان هيلثي بالفلوس بالنسبه لك؟ بالنسبه لي ان في ناس لما بيبقى بتمسك قرش في ايديها بيتغيروا 180 درجه، بيبقوا اللي هو لا خلاص بقى، ان هو هم شايفين هم معاهم فلوس، فشايفين الناس اللي حواليهم لا، اللي هو عادي. وحاسه نظره اللي حواليكي اتغيرت لما ابتديتي تبقي انتي في الجامعه وماسكه فلوس واصحابك هي ما اتغيرتش منهم. مرتب اسمها ايه؟ بياخدوا ايه من الاهل؟ نسيته. مصروف. هي وحشني المصروف. عادي ما اتغيرتش، هي اتغيرت انا تجاه نفسي. حسيت ان انا خلاص يعني انا بقيت ستيبل الحمد لله نوعا ما في موضوع الفلوس ده. يعني اهلي بيصرفوا عليا في الحاجات المين، بس انا بقى معايا فلوسي، انا بقى اروح اجيب مش عارفه ايه، اشتري ايه، اقعد فين. فبدات احس بقى ان انا قاعده بقى في مكان كده اللي هو انا مش ببص على المنيو، انا هطلع الفيزا وادفع اللي انا عايزاه. الفلوس دي ما بنحسبهاش، طلعت من الفيزا عادي، كانها ما اتدفعتش. بالظبط، انا كده بحوش. فوقتها حسيت ان هو انا وصلت يعني لحاجه حلوه مع الفلوس، ان انا الحمد لله بقى معايا اللي يبقى مريحني، ان انا خلاص ما اطلبش حاجات رفاهيه من اهلي، لا انا بعمل اللي انا عايزاه براحتي يعني، خلاص تمام. ايه تاني طيب اتعلمتيه من شغلك؟ المسؤوليه. مسؤوليه، خاصه الشغل معاكي عشان خاطر هو عباره عن مواعيد ايفنتس وكده. ففي الاول كان كده يعني بين لي كورسات وبتاع وفلوس يا باشا. فلوس فلوس وفواتير داخله وفواتير طالعه. ده بيوترني جدا ده. انا عشان نشرح لرضوى ضريبه القيمه المضافه، وان انا بدفع ضرايب كبني ادم، وان دي مش هي دي الحوار ده لحد بقالنا قد ايه 6 شهور يعني ايه ضرايب؟ عشان انت هتدخلي في الحوار ده، خلي بالك بجد. اي لما تبتدي بقى تطلبي من شركات كبيره في الكونتنت وكده، ساعتها محتاجين فواتير. طلب مني الموضوع ده، بيقولي لشادي يعملها. قلت لشادي قال لي انت لازم يبقى دخلك 50,000 في الشهر. لا شكرا. ان احنا نطلع لك احنا فاتوره عشان انت تعملي، احنا ممكن نطلع لك احنا من الايجنسي. اسمكم يعني؟ باسم الايجنسي، ان احنا بنمانج وكده. بس ساعتها بقى هتعملي ايه؟ هتزودي قد ايه؟ ال 14 وال 22. ايوه ونص. دول بتوع مين؟ دول بتوع الدوله. ايوه بيخصموا. وال 14 دول مين بيدفعهم؟ انت. لا ده بريف عن اللي بيحصل. ارجوك. ماشي. تمام. لو بليز كيس موضوع الضرايب. قولي لي طيب يا رضوى، لو قلت لك كده غمضي عينك وقولي لي كده، عملنا فاست فورورد لرضوى في عيد ميلادها ال30 ويوم تاني يوم ال30 ده، حاسه المفروض رضوى تبقى فين؟ تعمل ايه؟ معاها عربيه ان شاء الله يعني، عشان لما اتفرج على الفيديو ده يبقى معايا العربيه بجد. لا هتبقى معاكي. ويعني ابقى ناجحه في شخصيتي يعني. وانا معايا المرسيدس. خلاص ايش اتفقنا. عشان انا عايزه ان انا استثمر قوي في شخصيتي. انا عايزه لما اخلص يعني، مش عارفه ده حماس اللي هو قبل بقى ما اتخرج وكده ولا ايه، بس انا عايزه اخد كورسز بقى واشوف بقى انا عايزه ايه وبحب ايه. حلوه البدايات. لا بس صح يعني. انا 2020 سنه اتخرجت فيها من الجامعه، واتخرجت قدام بقول يعني في يوم راندم في البيت سلمت مشروع التخرج وقفلت اللابتوب. هي فاهمه هنعمل ايه؟ ولا بقى عملنا مناقشه ولا اي حاجه عشان يمكن وقت الكورونا. بس وقتها كان بالنسبه لي اكتر وقت كنت عايزه ابتدي افهم الدنيا بتقول ايه وبتاع، فما خدتش كورسز، بس خدت بقى قعدت ذاكرت كل الكونتنت اللي ممكن تتخيليه في حياتك انه يخليني افهم الدنيا ماشيه ازاي عامه. يعني يبقى عندي كذا مصدر دخل، ويعني ايه افريلانس، ويعني ايه ابقى كونتنت كريتور. كنت دايما بعمل الموضوع ده. وحاجه كمان ممكن وانت كمان تعمليها من غير ما تاخدي بالك، كنت كل يوم الصبح بقعد كنا قاعدين في البيت ومعرفش كنت بصحى بدري، كان ورايا ايه انا مش عارفه، بس كنت حاسه بقى مزهق، عايزه اعمل روتين ليومي وبتاع وكده فكنت بصحى كل يوم الصبح افتح فيديوهات مانيفستيشن
اللي هو عارفه فيديوهات بتاعت التنميه البشريه دي، انا شاطره انا مش عارفه بس هي بالانجلش ألذ يعني. كنت بفتح فيديوهات مانيفستيشن في 20 يعني بروبر 20 دقيقه، وانا شخصيه زهوقه جدا. 20 دقيقه ده كتير قوي. اقول لا مش مشكله، ما نوريش حاجه بقى، ما احنا قاعده بقى في البيت بقول انا محبوبه بجد، I'm lovable, I'm rich, I'm successful, I'm مش عارفه ايه. كده بجد برافو. كنت بقعد اقول بجد كده كل يوم for 20 minutes بقول الموضوع ده، وحتى لو زهقان بحط اللي هو في ودني بقعد اسمع affirmations انا هبقى فين. و حاجه تانية بعملها recently بشغل مزيكا بحبها واقعد اغمض عيني واتخيل سينز عايزه ابقى فيها بالظبط. يعني اكتشفت مثلا الوقت اللي فات ان انا من الحاجات اللي ما كنتش بتخيلها خالص فكره الارتباط في حياتي. عمري ما تخيلت نفسي بتجوز مثلا، عمري ما تخيلت نفسي عندي بيت او كده، وعمري ما تخيلت نفسي مثلا قاعده في بيت معين بشكل معين او كده. فبقيت بغمض عيني. انا اكتشفت ان انا كل حاجه غمضت عيني، وزي ما قلت في فيديو قبل كده لما غمضت عيني I visualized it حصلت. في وقت دي فكره انه في الحاجات دي لما انت بتبقي شايله من على يعني مخك مش مخلياه فوكست على حاجه معينه، وانت برضه ستيل عايز توصلي لها، بس كل حاجه فيكي وبتتكلمي عليها بتصدقيها او مش عارفه ايه، ما بتعمليش ده، ما بتجيش بسهوله زي ما بتارتكليتد طول الوقت عشان بتصدقي. يعني انت ما كنتيش هتحسي بقيمه ان انا هروح اجيب سلسله ده من غير ما انت مانيفستد كل يوم انا عايزه اروح اشتري السلسله دي. كتر كلامك على العربيه هيخليكي تعرفي تجيبي العربيه، فاهمه؟ ففي 2020 وقت التخرج عشان الفيرجن الجديده من نفسي وبتاع، قعدت اللي هو مفيش حد هيعلمني حاجه، ومفيش مانوال في الجامعه بقى بتديكيش مانوال ما بعد التخرج بقى فلوسك تعملي فيها ايه، علاقاتك تعملي فيها ايه، بيزنس تعملي فيه ايه، ايفنتس تحضريها عامله ازاي، اي حاجه. فكان الفكره دي كانت اكتر فقره بالنسبه لي السيلف ديفلوبمنت فيها هو اللي خلاني في كل حاجه انا فيها دلوقتي، لانه هي فكره الاكسبلورنج ومفيش بقى فكره انه الوقت بيخلص. الواحد اللي هو البريشر اللي عندكم في السن ده مرعب من كميه الكونتنت اللي انتوا بتشوفوه. يعني انا اصحابي مقتنعين ان احنا المفروض ندسكفر كل حاجه دلوقتي. لا لا بجد مش لازم. شايفه الارتباط فين من الليله دي بالنسبه لك؟ وانتي عشان انتي برضو صحابك بيرتبطوا دلوقتي انا عارفه، فانتي شايفه ده بيتجوزوا مش بغض النظر يعني مبروك برضو. مش هتطلع من الحلقه دي خسرانه كل اصحابك. بتحسي ببريشر بالموضوع ده ان اللي حواليكي بيرتبطوا وانتي لا؟ بجد انا حاطه يعني اللي هو حاجه جت ما جاتش يعني مش فارقه معايا خالص بجد. انا مركزه على نفسي دلوقتي. بس انا زي ما بقول لك برضه ما انت لو مش بتركزي لها مش ممكن تكون فاهمه. اصل انا لو فضلت قاعده مركزه معايا اللي هو انا ليه مش عارفه ايه وبتاع، احس اللي هو محدش بيحبني ليه بقى، عارفه الفيس دي اللي هو خلاص يعني لما يجي ان شاء الله وقت نبقى نركز بقى فيه بقى ما تتكلميش حد بعد الساعه 12 فيعني طبيعي. اعتقد يعني الفيس دي مش هنوصل لها اني تايم سون يعني ان شاء الله لما تبقى رسمي يمكن واي نوت هنكتشف يعني. ماشي لا يعني فاليوز رائعه نحيي طنط، شكرا برافو. طيب يعني مش حاسه ان انتي عايز حاطه ده في حساباتك امتى كبنت عشان بتشتغلي والناس تقول لك بقى ما تفكريش بقى انه تحطي انا حاسه ان انا مش انا اللي هحسبها، انا حاسه ان هي هتيجي لما وقتها هيجي يعني. حاسه حاطه لها سن معين يعني ماشي 25 بقى فيما بعد. دلوقتي يعني لو جت ماشي عشان بس الفيديو ده ما يتمسكش عليا ولا حاجه لو جت اوكي بس لو ما جتش خلاص بقى يعني نركز على نفسنا يعني. لا اجهز فستان 3 سنين من دلوقتي. بعد اذنك ماشي خلاص انا جاهز لك انا كمان. لو فكرتي حلو لو فكرتي في زمن تعيشي فيه العشرينات بتاعتك دي تحبي تعيشيها في انهي زمن وليه؟ الفترة اللي هي تقريبا سبعينات تمانينات دي. هتقولي لي بقى هقولك عشان خاطر حاسة ان الناس كانت لا تعالي اسألي مكان ليه يا رضا؟ سيبيني اسأل السؤال. على فكرة انت قلتي لي على فكرة يعني انا عارفة انت محضرة معايا نص البتاع ده عشان خاطر حاسة ان هم كانوا عايشين براحتهم قوي يعني. طبعا كان في مشاكل لجيلهم وقتها، بس كنت حاسة ان البنات خاصة عايشين اللي هو الدنيا كانت فن كده بالنسبة لهم. احنا دلوقتي يعني محطوط علينا بس بنحاول يعني مش فكرة مش اخدين حقنا، بس احنا بنتعرض لحاجات كتير قوي سخيفة الوقت ده. حاسة ان زمان البنات كان الناس كانت محترماهم شوية اكتر من كده الحقيقة. فكرك مش عارفة، بس حتى حاسة يعني هي حاجة شوية سطحية، بس حتى في موضوع اللبس هم كانوا براحتهم وكل حاجة. احنا دلوقتي لا عيب، لا مش عارفة ايه،
ماشي خلاص سيبوا الناس بقى براحتها، سيبوا الناس تعمل اللي هي عايزاه. وبعدين لو يعني لو عيب عن البنت فهو خلاص ربي الولد ان هو ما يضايقش البنت. لا تربيه الولد بدل البنت دي شيء يعني دي حاجه اساسيه احنا مش باصين لها بقى، احنا باصين على البنت هي اللي بتغلط. فحاسه ان في الثمانينات والوقت ده كان عادي. يعني انا شايفه ان هو المشكله بتاعت اللبس دي، طب ما هم كانوا بيلبسوا براحتهم، ما كانش الموضوع ده بيحصل ليه؟ فحاسه لا دي سياسه بقى وحوارات كده مالناش دعوه كان بيها. عليها في حلقه تانية. انا اتكلم عليها بودكاست تاني. لا مش بودكاست بيني وبينك. دايما كنت بقول لك انا متحمسه انك تكتشفي انت عايز تعملي ايه وكده، especially في سنين الجامعه وكده. اكتشفتي انت عايز تعملي ايه على 22؟ لا بجد يعني حاسه امتى ممكن تفيجر ات اوت؟ حاسه ان هو دلوقتي اللي شغلني قوي موضوع الكليه، ان انا مسحوله فيها. حتى امل ان انا لما اخلص الكليه ان شاء الله هبدا بقى ان هو اركز كده واشوف رضوى عايز تعمل ايه وتوصل لايه. ده انا حاطه كامل هيحصل، هنكتشف. يعني انت مش مبسوطه معايا؟ بس انا ما قلتش كده يعني لسه هتكتشفي؟ يعني هتسيبيني؟ انت توقعيني في الكلام. عارفه الحركات دي. هتسيبيني؟ لا طيب ان شاء الله يعني. قولي لي اخر حاجه كده. لو عايزه تدي لنفسك نصيحه او حاجه تابايد باي في تلاتيناتك، او جول او حاجه عايز توصلي لها في الفقره دي، هديكي الورقه دي هتكتبي فيها حاجه لنفسك في الثلاثينات. ماشي. تقريها يعني تقريها بقى جول، حاجه تفكري نفسك بيها، حاجه عايز توصلي لها، وات ايفر. اوكي اكتب لنا حاجه. اكتب كلام كتير يعني ولا اللي انت عايزاه؟ استني بقى. خلصت. انا في امتحان. قولي لي كتبت ايه وليه؟ فوكس ومانيفست ودوت وذ فيث. اشمعنى الثلاثه دول؟ فوكس عايزه اركز على نفسي، عايزه ابدا ان انا ديستراكت ماي سيلف من ان انا افكر بقى في الناس واحاول ابليز everyone عشان انا عندي مشكله في الموضوع ده. مانيفست ان انا بقى اشوف انا عايزه اوصل لايه، عربيه مثلا، فاقعد بقى اشتغل على نفسي وانيفست الموضوع، وان انا اعملها بقى بفيث، بيقين ان انا خلاص بقى هاخد الستيب وانا عندي يقين ان انا هوصل لده ان شاء الله يعني. I trust you zero doubts انك تعملي كل ده. عملتي فيجن بورد؟ لا. تعملي فيجن بورد. اعملي فيجن بورد وريهاني بجد. it's magic, it works like magic. يعني الفيجن بورد بتاعت السنه دي، احنا في نص السنه وصلت بص عليها امبارح بالليل 50% اوف الحاجات اللي انا كنت حاطوها وصلت لها. دي حسيت ان انا عايزه ازود فيها او ولا اسيبها كده عشان فاضل نص السنه بس. المانيفستيشن فيجوالي انك تحطيهم في فيجن بورد وتحطي كل حاجه عايزاها بالظبط. it works like magic بجد. انه بيبقى بتصدقي، بتمرني مخك انه يصدق ده لان هو شايفه كويس قوي، بتفيجوالايز فعلا اللي انت عايز تعيشيه، زي ما تغمضي عينك تشوفي انت عايزه تبقي فين. فده تويكس لايك ماجيك. اعمليها، حطي صوره العربيه اللي انت عايزاها. انا حاطه صوره العربيه اللي انا عايزاها، بفتح اشوفها كل شويه، عارفه انا هجيبها امتى كل حاجه وازاي هتيجي، وقبل ما اجيبها هتبقى بسعر خزعبل بس ازاي هتيجي لو خليني اعرف اجيب العربيه دلوقتي هعرف اجيبها بعدين. هتوصلي ما تخافيش. وانت كمان اوعي تسيبيني. مش هسيبك. انا اسفه على المايك سوري. اوعي تسيبيني. مش هسيبك. هنشوف ما اقدرش. انا انبسطت قوي وانا كمان عشان I'm extremely proud of you. ممكن اقول لك حاجه بقى بالاخر كده؟ انا بجد مبسوطه قوي ان انتي وثقتي فيا ان انا اقعد قدامك، عشان دي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي قوي بجد. فشكرا بجد، وشكرا ان انا من اول ما بدات اشتغل معاكي وانتي مصدقه فيا. انتي مداني ثقه انا مش عارفه يعني، انا بجد بتوتر من كتر ما انتي مداني ثقه، بس بحمد ربنا عليها بجد. فشكرا انك بجد يترستد ان انا اقعد هنا دلوقتي واتكلم معاكي. انا يعني من 3 سنين ما كنتش متخيله ان انا عامه كرضوى بجد ممكن اوصل لحاجه حتى في شخصيتي او في شغلي او في اي حاجه، بس انتي اديتيني الامل في ده، انتي وثقتي فيا قوي قوي. فبجد انا اللي ثانك يو. طلعتي شغلك. بس بقى مش كل حاجه. لا والله انتي اللي قدها بجد. على قد ما بتدي في الشغل بالذات، على قد ما قدامك بيدي، على قد ما تبقي بجد ببقى شايفه له هو ممكن يكون فين. وانتي مش حد بياخد وبيرمي اللي هو هي، لا انتي كل حاجه اتقالت لك انتي فاكراها، كل حاجه اتعلمتيها انتي فاكراها. جمله we ask we don't assume ما بتاعتي الناس كلها you're teachable in a very good way. فالانفستمنت فيكي ما بيروحش في الارض، فثقتي فيكي مش جايه من فراغ بجد، عشان
انت امينه، انت احسن حاجه فيكي امانتك وقلبك على الحاجه اللي معاكي، حتى لو دي من الحاجات اللي عملت لك مشاكل بره، عشان دايما كده بخاف انك تشتغلي مع حد تاني فيستغفل الحوار ده. بس I think now you're a little bit aware of تتعاملي مع ده ازاي. بس بالنسبه لي دي احسن حاجه فيكي، وتنفستيها صح في شغلك هتوديكي حتت بعيده قوي لو it was managed right. فانا فعلا صدقني ما عملتش اي حاجه، وانا برضو I'll take this channel ان انا to thank you على كل حاجه ساعدتيني فيها، وعلى كل حاجه عملتيها، كل حاجه عملتيها بقلبك انها معموله لك انتي مش انا. فلا يعني انا بجد I'm extremely proud of you. وزي ما قلت لك، فاكره القعده في العربيه لما قلتي لي انا مبسوطه قوي ان انا ابتديت اعمل فلوس وبحوش لكذا كذا، ولما ببقى انا خارجه ما بقاش شايله هم انا هدفع كام، ولما ببقى مش عارفه ايه. لا يعني كان عندي يعني كبارنتس برايد كده انه at this age انتي وصلتي لده عشان I know how hard it was بالنسبه لك، وامتى وقد ايه كنت عايزه توصلي لده، وقد ايه كنتي داون، وقد ايه كل الحاجات دي. فلا برضو يعني انا بجد ما عملتش حاجه. you literally deserve it. you attract اللي جوه يعني على قد قلبك وكده، على قد ما ربنا بيبعت لك اللي شبه قلبك. عشان كده ما تتغيريش، بس تعلمي ازاي تعرفي تهندل ده، انه تعيشي قالك تقولي خلتوني كده او كده. لا، ان انتي تنقي فعلا اللي هتعملي معاه ده بشكل مظبوط، هو ده اللي هيعرف يخليكي تعملي بالانس مع اللي يستاهلوا يعني. حاضر جماعه شكرا. سايبه عشان هنبص للكاميرا. دي كاميرتك دي كاميرتي. تقولي ما تنسوش تعملوا احنا على اليوتيوب بقى تفعلوا الجرس دي اللي انتي عارفاها. طيب شكرا. اي زرار بقى تنسوش تعملوا لايك وفولو، مش فولو، تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الحلقه وتفعلوا جرس عشان ما يفوتكوش اي ابسود من محشور في العشرينات. اشوفكم الابسود الجايه، وباي باي.